يمكن كلنا نتفق أننا في الزمن اللي قال عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن القابض على دينه كالقابض على الجمر، لكن بالأخص المرأة في زمننا هذا بين شريعة الأغبياء وشريعة الأنبياء. أعطيكم أمثلة. واحد، أباحوا لها التمثيل في دور السينما والحضور على خشبات المسارح، وربي سبحانه أسقط عنها الحضور في الجمعة والجماعات حفاظا عليها. اثنين، أباحوا لها الغناء، والله سبحانه مانعها من الأذان والجهر به والتأمين حفاظا عليها. ثلاثة، استغلوا صوتها في شركات الاتصالات وغيرها لاستقطاب الزبائن، والله سبحانه وتعالى في الصلاة إذا أخطأ الإمام الرجال ايش يقولون؟ سبحان الله. المرأة تكتفي بالتصفيق بس، ما تقول شيء حفاظا عليها. أربعة، جعلوها بطلة أولمبياد وماراثونات، والله سبحانه وتعالى أسقط عنها الجري بين العلمين في المسعى حفاظا على حيائها. نكتفي بكذا ولا؟ خمسة، طلعوها الرحلات الترفيهية بدون محرم عادي، والله سبحانه وتعالى مسقط عنها ركن من أركان الإسلام اللي هو الحج إذا ما كان فيه محرم. ستة، طلعوها من بيتها بكامل زينتها متمكجة متبرجة، ربي سبحانه وتعالى يأمرها ما تضرب بالخلخال اللي في رجلها عشان ما تدري الناس وش تخفي من زينة. طبعا أنا تكلمت عن المرأة بالذات لأن المرأة في الإسلام مستقصدة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.